مخلفات من طرفكن من أجل أن نسير وننفذ ما تقترحونه وما اقترحتموه من خلال المؤتمر ومن خلال الامل ديالكم في منظمه نساء الاتحاديات ومنظمه نساء الاتحاد الشركي في هذا الشيء. يشرف اخواتكم في الكتابه الوطنيه والكتابه الجهويه فاس مكناس ان يرحبن بالاخت الكاتبه الوطنيه الاستاذه حنان ريحان، ويتقدمن كذلك بالشكر لها على هذا البرنامج التكويني والذي شمل الان اكثر من جهه على الصعيد الوطني مساهمه منها من خلال ذلك في تفعيل مقررات المجلس الوطني الحزبي برئاسة أخونا الكاتب الأول الأستاذ إدريس أشكر، والمجلس الوطني للمنظمة الاشتراكي لنساء الاتحاديات في شخص الأخت الكاتبة الوطنية حنان ريحان، واستجابة منها كذلك لروح النقاش الجاد الذي يتمحور اليوم حول مواضيع كثيرة اجتماعية وسياسية وقانونية، أهمها المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة. من بعد غتقدم لكم الأخت في الكلمه ديالها غتقدم لكم شنو هي الشبكه، كيفاش تشتغل، شنو الخدمه اللي تدير، وعلاش كاين هذا البرنامج في المغرب وكاين في دول اخرى. غتقدمها ليلى وغادي تشرح لكم هادشي. معنا ايضا الاخت ايمان الرازي عضو الكتابه الوطنيه للنساء الاتحاديات، الاخت ناديه حسيسو عضو الكتابه الوطنيه للنساء الاتحاديات، الاخت لطيفه بالوحداني عضو الكتابه الوطنيه للنساء الاتحاديات جاتنا من ميرفت، اخت بني ملال والاخت رباط. معنا الصديقه الاخت الرفيقه العزيزه ديالنا ليلى بديلي عضو لجنه العلاقات الخارجيه لمنظمه النساء الاتحاديات. تعقيد منظمة نساء الاتحاديات في إطار سلسلة اللقاءات والتكاوين والأنشطة الإشعاعية والتكوينية والتأطيرية اللي كتقوم بها منظمة نساء الاتحاديات اليوم. نحن اليوم في مكناس في إطار ندوة تعقدها منظمة نساء الاتحاديات تحت عنوان أو تحت يافطة الحق السياسي للنساء والمشاركة في صناعة القرار العمومي. اليوم اجتمعنا ككتابة وطنية لمنظمة نساء الاتحاديات بشراكة مع شبكة تائرة للنساء العربيات في إطار التناصف والتواصل والتمكين. التقينا اليوم في هذه الندوة ولا في هذا النشاط التطيري من أجل مشاركة الأفكار وفتح النقاش حول آليات التمكين السياسي للنساء اليوم في المغرب، وكذلك المشاركة السياسية للنساء اليوم وقفنا عليها بشكل ملموس عن طريق شهادات حية لمجموعة من المستشارات الجماعيات والمستشارات يعني في مجموعة من المجالس المنتخبة في جهة فاس مكناس. وقفنا على جميع المعيقات التي تعاني منها النساء في داخل دوائر صناعة القرار. حاولنا أننا نتواصلوا معهم وأننا نسلحوهم بترسانة قانونية باش يكونوا داخل الممارسة ديالهم متسلحات تماما بكل ما يمكن أو بكل ما من شأنه أن يحميهن قانونيا، وأنهم يعرفوا ما لهن وما عليهن، وأنهم يحاولوا ما أمكن يطوروا من قدراتهم الترفعية وخدمة للنساء داخل المجالس المنتخبة. اليوم كانوا معنا الأخت ليلى أميلي هي المنسقة بالنيابة لشبكة تائرة، كذلك كانت معنا الأخت ليلى بديلي اللي شاركت في آخر نشاط بلبنان عن منظمة نساء الاتحاديات بصفتها عضوة قطب لجنة العلاقات الخارجية للمنظمة، واللي جات اليوم حتى هي تكلمت على المشاركة السياسية للنساء والمعيقات وسبل التجاوز. يعني احنا اليوم كمنظمة نساء اتحاديات كنحاولوا نشبكوا النقاش ديالنا وما نبقاوش حبيسين يعني النقاش اللي مرتبط بالصالونات، بالعكس نحن منفتحات تماما على المجتمع المدني على كل شيء. اليوم كنا في لبنان وغدا ممكن نكونوا في أي مكان من أجل خدمة النساء، يعني خدمة قضاياهن العادلة والمشروعة في أي قطر من الأقطار سواء العربية أو في منظمة الأممية الاشتراكية أو حتى داخل الوطن وخارجه. شكرا.